اليوم جبت لكم وصفه خاصه لعشاق الاكل الاسيوي، لي غافيولي شينوا ولا دامبلينغ ولا لي غيوزا، كل واحد واش يعيط لهم، مع سويت تشيلي صوص اللي راح ترافقوها مع لي غيوزا ديالكم، راح تجي بزاف بنينه. الوغ هنا راح نديرو تولت كاس تاع السكر، نزيدو عليه نص كاس تاع الماء، 4 كاس تاع الخل دو بريفيرونس يكون ابيض بدوق الثوم، 4 فصوص تاع الثوم اللي كنت سكرفشتهم، نخلطهم حتى وين يذوب لي شويه هذاك السكر ديالي. راح نضيف عليهم غرفه كبيره تاع البابريكا، تكون حاره ولا حلوه كما حبيتو، مع غرفه كبيره تاع فلفل حار مجفف اللي كنت طحنته، وراح نخلطهم مع بعضهم. من بعد راح ندير عليهم غرفه كبيره تاع النشا اللي كنت حليتها في 3 مغارف كبار تاع الماء، ونضيفها عليهم ونبقى نحرك على نار تكون قليله حتى وين تعقد لاصوص ديالي بهذا الشكل. من بعد اخيرا راح ندير عليها غرفه كبيره تاع صويا صوص اللي تقدروا تستغناو عليها، نخلطهم حتى وين ينسجموا مع بعضهم. من بعد راح نجي نميكسي هاد لاصوص ديالي. بالنسبه للناس اللي ما يجينيهمش الحبيبات تاع الحار تقدروا تخلوها بهذه الطريقه، سينو تقدروا تميكسيوها كما درت انايا، راح تجيكم بزاف بنينه. في عوض ما تشرو قرعه صغيره ب 150,000 راح تخدموها في الدار وشوفوا لي الكميه اللي راح تخرج لكم. نحطها في علبه زجاجيه دو بريفيرونس ونخليها في الفريجيدير حتى وين تبرد لي تري بيان. ودوك نروحوا للعجينه تاع لي دامبلينغ ديالنا اللي بزاف سهله، راح تحتاجوا 400 غرام تاع لا فارين، وندير لها غرفه صغيره تاع الملح ونخلطهم مع بعضهم. من بعد راح نبدا نلم بالماء يكون دافي دو بريفيرونس، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد يعني فاتر، ونبقى نلم حتى وين تتشكل عندي عجينه تكون متماسكه ويابسه شويه، يعني ما تطروهاش بزاف باسكو راح تزيدوا تخلوها ترتاح شويه تسمى راح تطرى لكم من بعد. الوغ نتوما لموها تكون متماسكه بهذه الطريقه. من بعد لهنايا راح ندلكها شويه فوق لو بلون دو طرافاي ديالي حوالي 2 دقائق حتى وين تعطيني وجه املس، نغطيها ونخليها تريح نص ساعه. في هذاك الوقت اللي راهي تريح لاباط ديالي راح نجي نحضر الحشو اللي يجي بزاف بنين. في مقله درت شويه تاع الزيت، ندير حبه تاع بصل تكون متوسطه اللي كنت قطعتها دي مورسو فريمون صغار، حبه تاع زرو ديالي كنت سكرفشتها مع حبه تاع القرعه اللي سكرفشتها، نقليهم مع بعضهم مليح. من بعد راح نجي ندير كميه لهنايا تاع الفيونداشي ولا بولي اشي، وندير عليها غرفه صغيره تاع زنجبيل، شويه تاع الملح، فلفل كحل، وحوالي 2 مغارف كبار تاع الصويا صوص، ونزيد لهنايا 2 مغارف كبار تاع الجنجلان اللي كنت حمصته، ونزيد حبه تاع البيض ونخلطهم مع بعضهم حتى وين يطيب لي هذاك الحشو ديالي تري بيان. من بعد لهنايا نخلي الحشو ديالي يبرد لي شويه، يعني ماشي ضروري تخلوه يبرد لكم 100% لو طون يجو نحلو لاباط ديالنا. لهنا بعد ما كانت العجينه ديالي ارتاحت حليتها فوق لو بلون دو طرافاي اللي كنت رشيته بشويه لا فارين هكذا باش ما تلصقليش، وحلوها فريمون رقيقه، يعني قد ما ترققوها قد ما راح تجيكم نتيجه مليحه اكثر واكثر. ابخي لهنايا طبعتها بطابع يكون دائري الحجم اللي حبيتوه نتوما. انا لهنايا كانت رقيقه هكذاك وزدت رققتها، من بعد زدت طبعتها بهذاك الطابع باش هكذايا نضمن بلي لاباط ديالي راح تجيني رقيقه بالبزاف. ابخي لهنا نحطهم في صحن، وما بين كل حبه وحبه راح نرش بالفارينه هكذا باش ما يلصقوش. نبدا نخدم في لي غيوزا ديالي اللي التشكيل ديالهم فريمون ساهل، دوك تبعوا الطريقه معايا. راح نديروا كميه من هذاك الحشو، من بعد راح تدوا جهه من هذيك لاباط ديالكم وتبداو ديروا طيات من الجهه اليمنى 3 طيات، من بعد من الجهه اليسرى 3 طيات، يعني الطريقه راهي بزاف واضحه. ابخي نجيب الجهه الدوزيام تاع لاباط ديالي ونلصقها مع الكوتي الاخر، راهي تبان لكم الطريقه بالك اكثر من اللي نشرح لكم. نحط الحبه ديالي ونخدمها هكذايا هكذا باش نعطي لها شكل يكون شباب، وشوفوا لي ما شاء الله شحال جات شابه. اللي ما فهمتش تعاود تولي في لا فيديو وتعاود تفهم، يعني الطريقه تاع التشكيل ديالهم قراب سهله. ابخي لهنا مور ما كملت شكلتهم كامل كنت درت شويه تاع الزيت في المقله، ونحط لي غيوزا ديالي في المقله ديالي ونخليهم يتحمروا لي من التحت، يعني غير ياخذوا هذه التحميره على النار تكون فريمون هاديه. راح ندير عليهم نص كاس تاع الماء ونغلق عليهم ونخليهم على النار قليله حتى وين يطيبوا لي تري بيان. ياك على بالكم باللي الطبخ ديالهم راح يكونوا محمرين من التحت ومن الفوق يبقاو هكذا بيوضه، بصح ماهيش راح تكون عجينه بيان سور، راح يكونوا طابوا لكم. بالنسبه للناس اللي داقوهم من قبل راهم فاهميني كيفاش يجي الذوق ديالهم وكيفاش يطيب طيابهم. سينو الناس اللي جامي داروهم ننصحكم بشده ديروهم باسكو ماكمش راح تندموا على البنه ديالهم. بالنسبه للوصفه هذه بزاف سهله كيما شفتوا، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. ما تنسونيش بجيم وكومونتير.